يمين الغموس، برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضية من قضايا خلل المجتمع، لأن اليمين الغموس غموس يعني إيه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لأنك أنت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، أو شيء لم يكن وهو كان. ده بيدخل في الصدق والكذب، بس الصدق والكذب حين تتعرض به يتعرض لحقوق يبقى هنا انما في واحد يكذب في حاجه ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد. انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل، هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل موضوع. وبعد ذلك اللي بده يظلم ولن يعدم شاهدين على باب المحكمه يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفوا له. يبقى كل واحد يصبح فلا يطمئن الى ايه؟ الى حركه حياته ولا الى مصالحه. واحنا عندنا ان اليمين مش هي من البينات، البينه على ايه؟ واليمين على من انكر.